السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأموركم كلها مزيانة. البنات نبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بالنسبة البنات لا فيديو ديال اليوم فيديو سبيسيال. اليوم غادي نشارك معكم واحد الشهيوة زوينة بزاف. ما كاينش اللي ما كيعشقهاش الكبير والصغير. غنشارك معكم بسيطلات صغارين حلوين كيجيو زوينين بزاف. راه ديجا كنت شاركت معكم المالحين، اللي بغاهم راه يرجع لي فيديو القدامين هكا بالكرافيط وبالدجاج هكا راه تيجيو زوينين. ولكن اليوم قررت انني نشارك معكم البنات هكا بسيطلات حلوين بالدجاج واللوز كيجيو رائعين كيجيو زوينين بزاف. ندوزو المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله. بسم الله على بركة الله البنات. هنايا عندي جوج ديال البصلات كبارين، تقدروا ديروا الكميه على حسب افراد العائله البنات. غادي نقطعهم البنات قطع صغيره بزاف بهذه الطريقه هذه باش كيتعسلوا كيجيو زوينين بزاف. غادي نحاول هكا نقطعهم. كنتمنى البنات تجربوا هاد البسيطلات راه كيجيو زوينين بزاف. هنا غادي نستعمل غير هاد الكاسرونه البنات هادي راه عندي كبيره شويه غير ما كتبانش هكا في التصوير، راه فيها هكا شي اطرانس. هنا غادي نضيف الثوم البنات، عندي جوج فصوص ديال الثوم، يعني حتى الثوم كيبقى على حسب الكميه اللي غادي ديروا البنات ديال الدجاج وديال هكا البصله. غادي غادي نضيف البنات هنا ربيطه ديال القزبر ومعدنوس. تقدروا غير تعقدوها هكا وتلوحوها معاهم، ولكن انا كنبغي ديك البنه ديال القزبر والمعدنوس كيجيو زوينين. غادي نقطعهم حتى هما رقاقين بزاف وغادي نضيفهم على هذاك المكونات الاخرين بهذه الطريقه هذه. هنا البنات عندي جوج ديال الصدوره ديال الدجاج، يعني ديروا كميه على حسب افراد العائله راني كنعاود نذكركم بها. هنا البنات غنحاول هكا نفلحهم باش تدخل فيهم هذيك التوابل كامله ويطيبوا ليا دغيا. راه وجدتهم دغيا البنات يعني ما تعطلش فيهم. هنا غادي نضيف البنات الدجاج ومن بعد غادي نضيف التوابل. السر البنات فهاد سميتو الدجاج اللي كيجي هكا لذيذ خاصكم البنات تنقصوا عليه العافيه على المهل، حيت حتى هذيك البصله كتطلق الماء وكيجي زوين بزاف. هنا غادي نضيف البنات جوج معالق كبارين ديال الزيت النباتيه. هنايا البنات هكا القزب سميتو زعفران شعره راه كيتنسى ليا ما عرفتش علاش. زعفران شعره البنات ضفت سكينجبير معلقه مسوحه ومعلقه عامره ديال الخرقوم ونص معلقه ديال الابزار صافي، وضفت الملح البنات. وهنا غادي نسد عليه وغادي نخليه على عافيه مهيله. وغادي ندوز البنات بالنسبه للعجين ديال البيتزا ديال عفوا ديال البسطيله. هنا غادي ندير البنات باش نصايب هكا البسطيله الورقه عجين الورقه. هنا البنات عندي الدقيق والماء، راني ديجا دايره معكم البنات في لا فيديو نيت اللي لحت فيها هكا بسيطلات مالحين راني درت معكم الورقه وقلت لي مالا نعاودها معكم عاود ثاني في هاد لا فيديو هذه باش تشوفوها وتشجعوا البنات وديروها راه كتجي زوينه بزاف وما كتعذب ما والو. هنا البنات كنضيف الماء والدقيق شويه ديال الزيت النباتيه معلقه كبيره صافي والملح. كنخلط مزيان البنات بالفوي بهذه الطريقه هذه. الخليط كيكون شيئا ما هكا خفيف يعني ما كيكونش ثقيل. هانتوما تشوفوا في لا فيديو كيفاش كيكون البنات. هنا ضروري من الصفايه البنات، يعني كتصفيوه باش ما يبقاوش فيه داك الحبيبات ويجيو هكا يقطعوا لكم هذيك الورقه ديالكم ديال البسطيله. غادي نحاول نصفي البنات هاد المكونات كاملين، هاد الكميه اللي عندي هكا نصفيه حتى ما تبقى حتى شي حاجه هكا بهذه الطريقه ديال البنات. جربوهم راهم ناجحين الصراحه البنات. بارطاجيو هذه الوصفه مع الاصدقاء والاحباب اللي مالا ولا دير ولا سيف خليوها عندكم راه غتحتاجوها ان شاء الله في رمضان هكا الواحد مره كيبغي يبدل حتى في ديك المائده ديال الافطار ان شاء الله. هنا نوريكم البنات القوام ديال الخليط كيفاش كيكون شيئا ما خفيف. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي، نوريكم هكا بالمعلقه شفتوا باش كيتابليكا لكم دغيا صافي. هنا البنات غادي نخلي الخليط يرتاح على ما تسخن ليا البنات هذاك الماء.
هنا البنات درت كاسرول فيها الماء ودرت فوق منها المقله ما كتلصقش ديال البغرير. هنا غادي نوجد هذاك الماتيريال كامل اللي غادي نخدم به على ما ترتاح ليا هكا العجين. هنا ضروري تكون عندكم بلاستيكه باش كتديروا الورقه تما وكتغطيوها هكا بالبلاستيك وتعاودوا تغطيوها بالمنديل باش كيرجع عليها هذاك داك الصهد ديالها ما كتنشفش ليكم. وكدهنوها البنات بالزيت وعاد باش كتغطيوها. هنا راه عندي جوج ديال الفرشات، وحده غادي نستخدمها البنات هنا واخرى غادي نستخدم بها الزيت. هنا من بعد البنات ما غلا هذاك هاد الدجاج وهذيك البصيله، حاولت البنات هنا نقلب الدجاج باش هكا تدخل فيه ديك التوابل ويجي لذيذ. صافي غادي نسد عليه ونخليه يطيب على خاطره. هنا البنات اللوز درتو غير هكا في هاد الزليفه ودرتوه البنات غير في الميكرووند باش يتسلق ليا. حنا غادي ندوزو البنات الورقه. هانتوما شوفوا الطريقه البنات اللي كنخدم بها، صراحه سهله. خاص ايدكم تكون شويه خفيفه بهذه الطريقه. انا غير مزربه لكم هنا البنات الفيديو، ولكن المهم تكون ايدكم شويه خفيفه. الورقه ما تهزوها البنات حتى تولي لكم من الجناب هكا نشفات واحد شويه من الجناب وكتقلع. هنا غندهنها بالزيت بهذه الطريقه هذه وغادي نغطيها هكا، وغادي نكمل الكميه اللي عندي كامله بهذه الطريقه هذه حتى غادي نقرب نسالي هذاك البول، وعاد ديك الساعات نبدا نمونطي في البسطيلات ديالي ونكمل داكشي اللي بقى ليا باش ما نضيعش الوقت. بهذه الطريقه البنات راه كتجي زوينه بزاف وكتجي سهله صراحه. هنايا واخا كناخذوا دوك الورقات ديال البسطيله هنايا صراحه ما زوينينش بزاف، هادو كيجيو فحال اللي ديال الزنقه اللي كنا كنشريو في المغرب. صافي غادي نكمل البنات بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. هنا اللوز البنات راني حيدت ليه، هنا البنات راني كنصيف الورقه وكنحيد الجلفه هكا اللوز باش كنسالي داكشي بدقه واحده باش ملي نمونطي يكون كلشي واجد. غادي ندهنوا البنات بالزيت وغادي نديرو هكا في لاطه وغادي نديرو غير في الفراني هكا يتحمر ليا، ما غاديش نقليه في الزيت. يعني لكم الاختيار تقدروا تقليوه في الزيت اللي بغيتو. هنا هو البنات صافي من بعد ما خرج من الفران شوفوا كيفاش يجي كيتحمر وكيجي زوين. هنا غادي نحيد البنات الدجاج بهذه الطريقه هذه، كنحاول نقي من هذيك البصله وداكشي صافي باش البنات هكا نفتو ونجمع هذيك التغميره بالبيض. هنا كنفيريفي كنحيد كلشي البنات كاع الدجاج كاع دوك القطع اللي طايحين صافي. هنا كملتهم غنحطهم هنايا البنات شوفوا راني قطعته. هنا غادي نضيف البنات هنا باش غادي نضيف البيض غادي نخلي تجمع شويه ديك العقده. هنا ضفت معلقه كبيره ديال العسل كيف ما تقدروا ديروا سنيده. غادي نخلط واحد التخليطه خفيفه وغادي نضيف البنات شويه ديال القرفه التنسيم كتجي غزاله تبارك الله. هاد القرفه هادي مع ديك الحلاوه كتجي زوينه. هنا غادي نضيف البنات البيض، عندي 3 ديال البيضات بحراره المطبخ غادي نضيف هكا جوجات. نخلط هنا البنات العافيه تكون شويه مرتفعه باش ما كيطلقش لكم هذاك البيض، كيخلي داك الشرموله تطلق الماء باش كيتجمع معاكم وكيطيب. ما توقفوش عن التحريك بهذه الطريقه. غادي نبقى نحرك في المكونات حتى تجمع لي ديك العقده مزيانه البنات بهذه الطريقه هذه. هنا من بعد ما نشفت ليا شويه البنات العقده صافي غادي نطفي عليها وغادي نديرها البنات تسقطر هنايا في واحد الشبيكه باش يحيد منها داك الروا اللي فيها كامل كيتزول باش ما يطلقش لكم ملي تبغيو هكا البنات تمونطيو البسطيله. الا بقى فيها داك الروا بزاف شوفوا شحال غادي تطلق، راه كتبان لكم ناشفه ولكن راه كتطلق هكا هذاك الروا اللي فيها. هنا غادي نخليها البنات تسقطر مزيان تنشف. وغادي نجي هنايا البنات اللوز البنات هنايا طحنته غادي نصايبو بحال شكل عقده. هنايا ضفت القرفه غادي نضيف معلقه ونص ديال السنيده. نتوما كتحكموا البنات في الحلاوه اللي بغيتو. وهنا غنضيف هذيك ما غاديش نضيعوا البنات هذاك سميتو اللي قلت لكم داك الماء اللي تسقطر ليا من الدجاج والشرموله
هو اللي كنسقي بها البنات هذا اللوز هذا، وكنرجعو على شكل عقده حيت كيجي بنين بزاف، حيت فيه التوابل، فيه الزعفران، فيه كيجي زوين بزاف. صافي غادي نزيد هنا شويه اللوز وغادي نكمل البنات هكا كامل. غادي نميلونجيه مزيان بالطريقه هذه، وغادي نخليه كيف ما تقدروا تخليو شويه هكا ناشف. زعما انا كيعجبني بهكا، كيجي زوين وكيخلي البسطيلات تجي معلكه وزوينه. هنا البنات غادي نجيب الدجاج، نجيب هذيك الشرموله غنعاود نخويها في داك البول، وغادي نجيب الدجاج البنات اللي فتت غادي نخويه على ديك الشرموله باش ما كيبقاش ناشف. يعني كيجيو بسيطلات، كيجيو زوينين، كيجيو هكا ما كيجيوش ناشفين بزاف. هنا غادي نخلط البنات هذيك الشرموله مع الدجاج مزيان من بعد ما نشفت ليا ديك الشرموله شويه بهذه الطريقه هذه اللي موضحه لكم في الفيديو. وهنا البنات جيبوا اي سيركل عندكم، انا جبت هنا عندي هاد الغلاقه ديال واحد القرعه، وغادي نبدا البنات غسلوها من طبيعه الحال تكون منشفه. هنا البنات ديما الورقه ديال البسطيله ديروا الورقه، ديروا الجهه اللي حرشه هي لتحت، وبداو تمونطيو. كنديروا ديك الطبقه ديال الدجاج وشرموله البنات، ومن الفوق كنزيدوا ليها هذيك العقده ديال اللوز مع القرفه. صافي البنات انا كنجمع البسطيله ديالي، هاد الميني بسطيله كنجمعهم البنات غير بسميتو، غير بداك الدقيق بداك العجين اللي صايبت به البسطيله. صافي هنا تاني كنكمل البنات الكميه، كنكمل البنات البسطيله ديالي كنعاود ورقه اخرى، يعني كنمونطيها بها باش ما تتحل ما حتى شي حاجه، يعني كتضمنوا انها راه ما غاديش تخرج هكا الشرموله. وكنوريكم البنات كيفاش جات، راه كتجي زوينه بزاف وساهله، كلشي من دارك. هنا غنعاود البنات معاكم كنوريكم زعما راه كندير هذيك الطبقه هي الاولى، هذيك الدجاج، وعاد غادي نضيف ليها البنات العقده هنايا بهذه الطريقه هذه. صافي وغنبدا نجمع، حاولوا تجمعوا هكا غير بشويه. هنا البنات راه حاولت انني زعما ما نزربش لكم باش تشوفوا مزيان كيفاش، واخا تكونوا زعما مبتدئه او ما عمرك درتيها غادي تجربيها غتستغرق من اول تجربه. غادي ندير العقده البنات بهذه الطريقه هذه، وغنبدا نجمع هكا. كتجمعي العجين هكا غير بشويه. هنا راه ما درتش كاع سميتو، ما درتش دقيق، يعني حتى هذيك الثانيه وندير الدقيق باش نضمن بانني راني جمعتها مزيان باش ما تحلش في الفران. صافي هنايا البنات بهذه الطريقه هذه كنكمل كاع الكميه اللي عندي. راه تبارك الله خرجت ليا هاد العجينه 8 البنات ديال البسيطلات صغارين. قررت نديرهم صغارين باش كل واحد كيهز وحيده ولا جوجات اللي قد عليهم، وإلا بقات شي حاجه يعني كتقدري تخبيها هكا في الكونجيلاتور ولا غير في الثلاجه حتى الغد ليلهي وكتعاودي تسخنيها كتبقى زوينه. اما فاش كديريها هكا كبيره كتبقى داكشي طايح وداك ما فهمتوا كيفاش. ولكم الاختيار البنات، تقدروا ديروها كبيره. هنا هو ماشي البنات تاع الورقه حيت عندي صغيره. هنايا البنات خديت صفار بيضاء، ضفت ليه شويه ديال الملحه وغنضيف ليه شويه القرفه، وغادي نضيف شويه ديال الماء، ديك القرفه وشويه الملحه غير باش يحيدوا ديك الزفوره ديال البيض. غادي نخلط مزيان هاد المكونات وغادي ندهن بهم البنات البسطيلات ديالي. تقدروا ما ديروا حتى شي حاجه بلا ما تدهنوهم، بغيت يجي فيهم هذاك لابغيونس الصراحه. وبغيت نزين واحد الربعه هكا بلوز ايفيلي، يعني ما غاديش يلصق لك لوز ايفيلي الا ما درتيش هكا البيض. يعني التزيين كيبقى اختياري البنات، تقدروا غير طيبهم عادي وترشوا عليهم هكا سكر كلاصي وتزينوهم بالقرفه مطحونه. صافي غادي نكمل البنات الكميه اللي عندي كامله بهذه الطريقه هذه غادي ندهنهم. وهنا غادي كيف ما قلت لكم غادي نزين واحد الربعه هكا البنات بلوز ايفيلي، والاخرين غادي نخليهم هكاك حتى يطيبوا، عاد ديك الساعات نزينهم. وإلا وصلتوا حتى هنا البنات ما تنساونيش من التشجيع، واللي ما دايرش ابوني البنات يشترك في القناه يفعل الجرس فضلا وليس امرا هكا باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى التشجيع ديالكم المستمر. هنا من بعد البنات ما خرجوا من الفران شوفوا كيفاش كيخرجوا محمرين وغزالين تبارك الله. هنا غادي نزينهم البنات وهما مازال سخان، غادي ندير عليهم شويه ديال الزيت ديال عفوا ديال العسل هكا. المهم هاد اللي درت فيهم اللوز ايفيلي غادي نخليهم هكاك غير غادي ندير عليهم حتى هما العسل باش كيعطيهم هذيك لابغيونس كتجي زوينه. الاخرين البنات غادي شاط ليا شويه ديال اللوز مطحون غادي نزينهم به
بهذاك اللوز اللي ديجا كنت طحنت. وهنا غادي نزين بالقرفه. كيف ما كنقول لكم التزيين كيبقى اختياري، تقدروا ديروا اي حاجه عندكم موجوده في الدار. كيف ما قلت لكم غير سكر كلاصي تقدروا ترشوا عليهم وصافي وتقدموهم. وهنايا البنات غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي. دوك الربعه الاخرين غادي نحاول نزينهم بالقرفه واللوز، وكنوريكم الشكل النهائي البنات كيفاش كيجي. راهم كيجيو زوينين بزاف ويستحقون التجربه. وخليو عندكم الفيديو البنات، راه غادي تحتاجوا الوصفه باش تجربوها، سواء في رمضان سواء في الاعياد في اي وقت. وبسلامه عليكم، الى الفيديو الجاي.